ده مش اي ايس كريم فراوله عادي، ده ايس كريم كريمي جدا وغني، مفيش اسهل من كده في طريقته ومكوناته. كيلو من الفراوله المجمده. هنجيب بقى الفود بروسيسور بتاعنا ونحط فيها كوبايه من الحليب كامل الدسم 250 مللي ويكون بارد، وعليه 4 معالق من السكر، وعليه كيس كريم شانتيه محلى 180 جرام. ملحوظه ان هنا كيس الكريم الشانتيه بيحتاج كميه سوائل اكتر من كده، بس احنا حاطين 250 مللي بس من الحليب عشان يطلع قوامه تقيل وكريمي كده. هحط بقى الفراوله المجمده عليه وهضربه على سرعه متوسطه لحد ما الفراوله تختلط مع الكريم شانتيه، واعلي السرعه تدريجيا لحد ما يبقى القوام ناعم وكريمي قوي كده. هوقف ضرب وبصولي بقى على نعومه الايس كريم ولونه. هحطه بقى في وعاء هيكون ليه غطا، هملى بقى الفراغات اللي تحت وهسويه واغطيه وادخله الفريزر مش اقل من 12 ساعه، يعني من 12 ل 24 ساعه، وهخرجه من الفريزر على طول. هحط معلقه الايس كريم في ميه دافيه